السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نهال صالح في فيديو جديد من مطبخي. النهارده هنعمل مع بعض، طبعا احنا دلوقتي في رمضان في اليوم التاني. طبعا انا الكنافه دي عملتها اول يوم في رمضان. بصوا شكلها جميله جدا، كنافه بالمكسرات، حاجه كده ايه ولا اروع، يعني حاجه شربات الشربات. بصوا حاجه تحفه. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا اهم تكات وحركات الكنافه الجميله دي اللي انا عملتها، واللي طلعت بصراحه حاجه ولا اروع. هنعمل اول حاجة اللي هو العسل بتاعها او الشحور او الشربات. عندي هنا كوباية سكر، عليها كوب من المية، ونخليها تتقل شوية يعني تغلي شوية حلوين، وبعد كده ننزلها. طبعا بعد ما هي تغلي بصوا نحاول ندوب السكر اهو على النار. لما يدوب السكر خالص نعصر عليها نص الليمون اهو، شوفوا تمام كده، ونخليها لحد ما تتقل معانا اهو. بصوا نسيبها هي على جنب، ونروح بقى ايه، بصوا اهي ابتدت تتقل، خليها تتقل اكتر من كده، سيبها على جنب. بصوا عندي هنا الكنافه اهي، عجينه الكنافه المجمده، وعندي هنا سوداني اللي هو كاكاويه، وعندي بندق، وعندي لوز. اي انواع مكسرات عندك. عندي سمنه ممكن تعمليها بزيت انت حره، ممكن بزبده برضو تدوبيها انت حره. هنا الحاجات دي انت حره فيها تعمليها. بصوا الفانوس بتاعي الجميل الحلو ده تحفه. شوفوا هنبتدي مع بعض نشوف. عندي هنا الكنافه اسف فتحتها، بصوا شكلها. طبعا لو متجمده هتبقى تفرفتيها بايديكي سهل جدا. لو مش يعني فكت معاكي شويه، تجيبي مقص او سكينه وتقعدي بقى ايه تقطعيها لحتت صغيرين زي ما هوريكم كده. بصوا ازاي اهو كده بالمقص تقعدي تقصيها لحد ما ايه تقصيها كلها. انا هقصها كلها، وبعدين عشان ما اطولش عليكم الفيديو بعدين نرجع نشوف. بصوا شكلها هي كده اهو كده، هتقصيها كده هتبقى كأنها الشعرية اهو تمام. تقطيعها خالص وبعدين ارجع لكم. بصوا بنفس الطريقه دي، بصوا اهو خلصت تقطيعها اهو. هنحتاج لكل الكنافه دي، اخدت في الاول نص كوب من السمنه، ممكن تاخدي نص كوب من الزبده او نص كوب من الزيت، وعدت زدت نص كوب تاني لان حسيته لسه محتاج، لحد ما تحسيها كلها مبلوله. تقعدي بقى تحركيها بايديكي عشان تخلطيها كلها وتبقى كلها مبلوله بالسمنه او بالزيت او بالزبده. هناخد بقى ايه صينيه، واحط فيها بقى ايه شويه سمنه ادهنها كويس، وابتدي بقى احط نص الكميه بتاعت الكنافه وادوس عليها جامد. هجيب بقى السوداني وهرشه في الهون او في المهراس. مش لازم تضربيه في الكب عشان ما يبقاش ناعم خالص، او بصوا مهروش كده بس. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب البندق برضو نفس الشيء، بتبقى بالبندق تحفه على فكره. طبعا اي مكسرات اللي متوفره عندك برضو حطيناهم. اللوز برضو ههروشه بنفس الطريقة واحطه كله على بعضه. هنجيب دلوقتي نخلطه كله في بعضه، ونجيب نحط عليهم معلقتين من السكر او 3، ونحط معلقة فانيليا حلوة كده، نخلطه كله في بعضه، ونجيب هنحط له 3 معالق من المية او على حسب المكسرات. المهم تحسي ان السكر كده ايه لزق شوية وكله مسك كده في المكسرات تمام كده. وهنجيب نحطه في الصينية ونبعد على الاطراف، يعني شوفوا زي ما انا بحط كده، تبعدي على الاطراف عشان الكنافة الاطراف تلمس في الاطراف التانية وتلزق، يعني ما تبقاش المكسرات على بره كده تمام. بالطريقة دي هنحط كله بنفس الطريقة كده اهو، شفتوا كده بنفس الطريقة. شوفوا جميلة جدا. هنجيب بقى الطبقة التانية ونبتدي نحط وندوس. جيبي الكوباية دوسي بيها. هتقعد حوالي نص ساعة في الفرن. الفرن درجة الحرارة 180 ماكسيموم من تحت بس، ولما ايه تحسها استوت من تحت تولعي الفرن 3 دقايق ل5 دقايق من فوق. شوفوا الشربات جهز. الشربات يكون الشربات سخن والكنافة باردة او العكس. بصوا اهو تمام اهو. تاكلوا صحة وهنا على قلبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل حاجة جديدة بعملها. والسلام عليكم ورمضان كريم عليكم. شوفوا